الطباخ الرئيسي فعلا حرق اللحمة، بس ما كانش في وقت يشويها من الأول تاني. ساعتها دخل غسال الصحون اللي كان واقف قريب واقترح فكره، قال لهم يطبخوا اللحمة بالبخار الأول قبل ما يشووها، وكمان شرح الخطوات بالتفصيل. لفوها في قماشة وغلوها في شوربة فيها توابل، علشان طبخ اللحمة في المرقة بيساعد الحرارة تنتقل أسرع. أول ما خلص كلامه، الشيف الكبير وبخه وقال له إنه بيتفلسف وإن الطريقة دي مستحيل تنجح. بس الغريب إن الشيف في الآخر قرر يجرب طريقته. خلى الطباخين ينفذوا طريقة جاك، ووزع الخطوات بسرعة على المساعدين، وسمى له بشكل استثنائي إنه يعمل الصوص بنفسه. جاك مسك الشغل بمهارة قدام دهشة الكل، وراهم مهاراته الغريبة في السكين. سرعته كانت خارقة، وشغله في التقطيع كان في منتهى الدقة والجمال، لدرجة إنهم اتصدموا. اللحمة اللي اتعملت بطريقة جاك طلعت فعلا طرية جدا. علشان كده الشيف الكبير رجاه درجة وبقى مدرب شيف. جاك اللي كان زمان مهمل، بعد ما بقى مدرب في المطبخ بفترة قصيرة مراته حملت، فقرر يتحمل المسؤولية ويبقى شيف في أسرع وقت. لما سأل، عرف إن الطريق ده ممكن ياخد من 4 ل6 سنين. ساعتها رجع الفلوس اللي كان أخدها مكافأة من شيف السفارة علشان لقى محفظة، وطلب منه يتعلم الطبخ على إيده في وقت فراغه. الشيف في الأول كان ناوي يرفض بأدب بحجة أخلاقيات المهنة، لكن جاك ركع على ركبته وقال له إنه لازم يعول مراته وطفله، ولازم يبقى شيف أسرع من أي حد تاني. لما شاف إخلاصه، وافق الشيف يعلمه. من ساعتها جاك بدأ يتعلم الطبخ في مطبخ السفارة، وفي نفس الوقت كان بيغسل الصحون ويعمل شغل صغير في المطبخ القديم. كل مرة يخرج فيها علشان يتعلم كان يقول كاتب إن أخوه مريض. كان بيجري بين المطبخين يتعلم كل يوم من غير ما يكسل لحظه، والتعب عمره ما بيروح هدر. الشيف لاحظ تقدمه، وأخيراً جاك اترقى رسمي النهاردة. كتب جواب لمراته يقول لها فيه الخبر الحلو، وقال لها إنه بيحاول بكل جهده يطلع لفوق، وأول ما يبقى قادر هيجي ياخدها فوراً. وبعد كمان أغلب مرتبه البسيط ليها، لكن علشان كان متفوق بدأ يجذب غيرة باقي الطباخين، فبقوا يعملوا حوادث تمثيلية لما يعدي ويتنمروا عليه كل يوم. وفي يوم طلب أجازه علشان يخرج تاني. واحد من الطباخين حس إن في حاجة غلط، فبعث المتدرب بتاعه يتبعه. الولد اكتشف إن جاك فعلا بيشتغل بين مطبخين، وجاك ما كنش عارف إن سره اتكشف ولسه كان في مطبخ السفارة بيتعلم.